بعد نشر مجموعة من الفيديوهات المضحكة والكوميدية على حسابات إيمي سمير غانم، الجمهور بيتساءل في الذكرى التانية لدلال عبد العزيز. إيه يا إيمي، انتي نسيتي ماما ولا إيه؟ لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في الذكرى التانية لوفاة الراحلة دلال عبد العزيز، توقع الجمهور إن إيمي سمير غانم هي أول واحدة هتشارك ببعض من الذكريات اللي بينها وبين والدتها دلال عبد العزيز. وزي ما متابعين إيمي عارفين، فإيمي مرت بفترة صعبة جدا بعد وفاة والدتها ووالدها الفنان الجميل سمير غانم، وبسبب تعلقها الشديد بوالدتها ووالدها تعرضت إيمي سمير غانم لضغط نفسي رهيب جدا وحالة من الاكتئاب اللي استمرت معاها فترة طويلة بعد وفاتهم. وبما ان ايمي غير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ الجمهور بايمي بتنشر بعض من الفيديوهات الكوميديه التي تجمعها ببعض من مقاطع الفيديو الكوميديه اللي بتجمعها بينها وبين زوجها حسن الرداد. الفيديوهات لقت تفاعل كبير جدا، وخاصه انها فيديوهات جميله بين الاتنين. لكن بعض المتابعين ابتدوا يتساءلوا ليه ايمي تجاهلت الذكرى الثانيه لدلال عبد العزيز وما احيتش هذه الذكرى باي شيء، ولكن اكتفت ببعض الفيديوهات الكوميدية اللي بينها وبين حسن الرداد. وقالوا كمان ان ايمي غير متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه السر ان هي تنشر في التوقيت ده وفي ذكرى دلال عبد العزيز بعض من الفيديوهات الكوميدية؟ لكن الحقيقة مصدر مقرب من الفنانة إيمي سمير غانم أكد إنها أحيت بالفعل الذكرى التانية لوفاة والدتها دلال عبد العزيز عن طريق قراءة القرآن والترحم وخروج الصدقات على روحها. وأكدت إن إحياء الذكرى مش بس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هي ممكن تكون حاجة بينها وبين ربنا. أما الجدير بالذكر إن إيمي سمير غانم بتكره جدا التدخل في حياتها الشخصية، وكمان بتكره المتطفلين من المتابعين اللي بيسألوها عن خصوصيات حياتها.